السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جاي قلبي فيديو جديد. طبعا زي ما انت شفت عنوان الفيديو، بند حظر ارقام الواتساب، بند حظر جديد. بند حظر جامد جدا. تابع الشرح الاخر من اول لحد اخر، ما تقدمش خطوات اخر خطوه عشان تعرف تحظر بالبند كويس، تعرف تشغله. لان بنود الفتره ديت مش كله بيطير ومش كله بيعرف يحظر، فالفتره الحظر دي الفتره ديت غير الفتره اللي فاتت، غير الايام اللي فاتت. تمام. فتابع الشرح، هقول لك كل حاجه في الفيديو. بس الاول لو انت مش مشترك عندي في القناه، ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، تحط لايك كومنت للفيديو. مش طالب منك غير انك تقدرني بس، اللي تعرف في فيديوهات وتعرف في التلغيم من البنود. اه، مش طالب منك اكتر من كده. بس لايك حلو، كومنت حلو جميل منك، واشتراك للقناه عشان نوصل لك كل جديد. تمام. فيلا نبدا الفيديو ببند المره دي بند اعمال ومتجر، يعني مش بند اعمال بس ولا متجر بس. تمام. مش كل الارقام، في ناس بتحذر ارقام، في ارقام بتطير وارقام مش بتطير. طب ده ليه؟ ما ده التحديث الجديد اللي حصل من شركه واتساب، ان مش كل الارقام بقت بتطير. في ارقام بتطير وفي ارقام ما تطيرش معاك، مع ان البند شغال، بس مش كل الارقام بتطير. تمام. فانا اقدر اجيب لك دلوقتي البند على رقم فاتح اعمال. تمام. عشان الاعمال دلوقتي برضو بالبند ده بيطير اسرع. تمام. هقول لك دلوقتي من كام نسخه في الاعمال وفي المتجر، وهقول لك تطير في قد ايه. تمام. فدلوقتي هنطير الرقم كده. جيب رقم يكون فاتح على اعمال. ثواني. طب هجيب رقم تاني يكون فاتح الأعمال وأجيلك تاني. تمام يا حبيب قلبي، هنطير كده الرقم ده كده رقم فاتح على واتساب أعمال. بس النت عنده ضعيف، فأنت أهم حاجة يكون عندك نت قوي عشان الإبلاغات تروح للشركة. أهم حاجة بس يكون عندك نت قوي جديد. طب يا حبيب قلبي، الرقم كده شغال كده قدامك أهو كده سكرين جميل. خش على نسخ الواتساب. طيب البند دلوقتي من كام نسخة؟ البند هحذر معاك الأعمال والمتجر من 5 نسخ. أهم حاجة تحذر من الأرقام يكون أساسي. أنا بحذر من ال5 أساسي عشان الرقم يطير معايا، أضمن اللي هو الرقم يطير. عشان تحذر من وهمي هيطير معاك بس هياخد وقت ومش كله هيطير. أنا أحسن تبلغ من أرقام أساسي. تمام. لو كان معاك رقم تفنيش، فده هيخلط على الرقم، هيخليه يطير على طول. قلت لو يكون معاك رقم تفنيش. شوف دلوقتي بس كده الرقم. طب هو الرقم ده عشان تقريبا اللي أنا كنت حاضره قبل كده، هجيب رقم بداله. تمام. هنجرب على الرقم ده. خده كوبي. خش في الواتساب، واتساب اعمال. هو اللي بيظهر عليه كان الرقم شغال ولا مش شغال، لان في ناس ما تعرفش الحته ديت. لو دخلت الرقم وهو محظور على واتساب ماسنجر، هيجيلك ان الرقم شغال. لو جربت على واتساب اعمال، هيجيلك ان الرقم محظور. اما دلوقتي انت دخلت كده جوه الشات، هتعمل ايه؟ طب البند عباره عن ايه؟ البند عباره عن كود وايه وصورتين. تمام. ده كده الكود. ده كده الكود بتاع البند. تمام. طب الصورتين بقى انا مش هينفع اعذرهم في قلب الفيديو عشان الفيديو ما يتحذرش، انا هخفي الصورتين. تمام. فهحطهم الاول واجيلك تاني. تمام يا قلبي، حطينا كده صورتين في قلب الشاب، بس انا حطيت البند كمان مره عشان مش عايز الصورتين يبانوا، لان عشان الفيديو ما ياخدش مخالفه وكده. طب انت تحط من نسخه واحده؟ لا، انت تطلع تخش على كل النسخ، خلي معاك تحط البند الاول والصورتين. انت عشان تحط البند كمان مره، انت تحط مره واحده بس عادي. تمام. تحط البند والصورتين من كل النسخ اللي معاك الاول قبل ما تدي ابلاغات. فاعمل كده واجيلك تاني نبدا الفيديو. تمام. بعد ما حطينا كده الصور والبند في قلب الشتا، تلاقي الصور هنا، بس مش عايز اجيب لك الحز بتاعها. لا باين هنا اهي. تمام. بس عشان ما بينش الصور، طب هتعمل ايه؟ هتطلع فوق كده هنا، تيجي هنا عند الابلاغات دي بالشكل ده كده، عند ريبورت بيزنس. طب هتديله كام ابلاغ من هنا؟ يديله بتاع 30 ابلاغ من هنا. 3 4 5 6 7 8 9 10. انت تفضل تدي ابلاغات، يعني انت ما تعدش انت هتعمله. مش لازم 30 بالظبط، انت ممكن تديله اكتر من 30، ممكن تديله بلاك كتير جدا عشان الرقم يطير معاك بسرعة. ومش لازم في الماسنجر يكون فاتح ولا في الاعمال، قصدي يكون فاتح ولا قافل. عادي لو واقف، انا بحكي سلاوت وهو قافل. لكن لو فاتح على متجر لازم يكون متصل طول ما انت بتحكي عليه، ما يقفلش. تمام. هقول لك في الاخر برضو الاعمال بيطير امتى والمتجر بيطير امتى، لان مش بيطير زي بعض. زي ما قلت لك التحديث الجديد من واتساب، فغير كل حاجة في الحظر والكلام ده كله.
بعد كده تديله البلاغات بتاعتك. طبعا نخش جوه الشات، نيجي عند ريبورت بيزنس نديله 2 هنا كده عادي، ونفعل علامة الصح دي بالشكل ده ونديله ريبورت. تعمل نفس الحوار، هتيجي هنا تطلع فوق بس عشان ايه، تمام، وتديله البلاغات بتاعتك. من انا هعمل نفس الكلام ده كله من كل النسخ اللي معاك، واجيلك تاني عشان نكمل الفيديو وشوف الرقم. تمام يا قلبي، خلصنا كده البلاغات اللي هي من بره من اخر نسخة، اللي هي لو انت معاك هتكون نسخة تفنيش. تمام، تيجي بقى عند البلاغات اللي هي جوه 1 2 3 4 5، افضل اديرش كده شوية ابلاغات من جوه الشات كده بالشكل ده. 8، انا مش لازم اديش واحد من بتاع 20 ابلاغ كده ولا حاجة، اللي هي من اخر نسخة، اللي هي لو هتبقى نسخة تفنيش. احسن انها تخليها تكون نسخة تفنيش، لو تفنيش الرقم هيطير معاك بسرعة. افضل كده اديله بلاغات بتختفي. طبعا نيجي هنا بلاغ فعل علامة الصح الشكل ده، مش نسخة علقت. ده الرقم كده اللي احنا عكسنا عليه، بس لسه مطرش، ومش هيطير معاك في نفس الوقت، ممكن يطير بعد 5 دقايق، ممكن يطير بعد 3 دقايق. في ارقام طارت كده وطارت كده على حسب الرقم ذات نفسه. تمام، يعني اول ما يفتح بعت رسالة، لو فتح دلوقتي هيطير على طول. تمام. طب الارقام اللي هي الماسنجر بقى، هتعمل نفس النظام اللي احنا عملناه للاعمال برضو، من 5 نسخ يكونوا اساسي. الاحسن يكون اساسي، اللي معكش اساسي خلي وهمي بس تكتر في الوهمي. تمام، هتعمل نفس الحوار ده. وصاحبي اهم حاجه الرقم يكون متصل، يعني وانت بتحكس عليه يجيلك هنا كده متصل الان، يفضل فاتح تعكس عليه كل حاجه، نفس البلاغة نفس كل حاجه. تيجي عند النسخه اللي قبل الاخيره، اما تيجي تحكس عليه تخش تكلمه من رقم فيك او رقم اساسي، تخليه يرد عليك، خليه يرد عليك، وتفضل تكمل في اللغات اللي هو يعني بيفضل يبعت في الرسائل. ممكن يطير معاك وانت هو بيبعت، اول ما يبعت الرساله على طول ممكن يطير بعدها بساعه، على حسب الرقم. يعني في ارقام طارت معايا في نفس الوقت، في ارقام طارت بعد ساعه، في ارقام طارت بعد ساعتين، على حسب قوه الرقم اللي انت بتعكس عليه. لو كترت في النسخ الرقم بيطير اسرع، كل ما انت بتكتر في النسخ، يعني انا لو كترت في النسخ وانا بطير الرقم دلوقتي الرقم بيطير اسرع. فهي الفكره بتكون كده، انت كتر في نفسك ان شاء الله بس الرقم هيطير معاك. معرفتش تشير ارقام وكده، خش كلمني في التليجرام، لينك القناه بتاعه التليجرام هتلاقيها في وصف الفيديو، يعني خش كلمني هناك، او القناه ذات نفسها موجوده في وصف الفيديو. خش القناه، بعمل هناك كل حاجه، بحظر ارقام، بوزع ارقام فيك، يعني بنزل اكواد حظر وفك حظر يعني في قناه التليجرام. فانت لو مش هناك فانت فايتك كتير. خش هناك هتلاقيني هناك موجود هناك على طول، بنزل كل حاجه هناك في قناه التليجرام. بس يا قلبي ده كده يكون فيديو النهاردة، ان شاء الله الرقم ده هيطير بعد شوية. طبعا يعني هو الارقام ده متأخرش، يعني مثلا ده رقم كنت مطيره من شوية بس منزله برضه في جروب التليجرام اهو، طاير فريق الدعم عشان مش حد يقول فيك وبتاع اهو. ده كنت لسه مطيره من شوية بنفس البند، طير في اقل من 3 دقايق. وفي الرقم ده برضه ده كان متجر طار برضه، مش عارف هو فك الرقم ولا ايه، بس اعتقد لسه مفكش. طب لسه طار الرقم برضه، ده كان متجر مش اعمال. هو البند شغال متجر واعمال مش اعمال بس. واحسن حاجه فيه اللي هو بيطور لك ايه الرقم، لو فتح على اعمال يطور لك اعمال ومتجر، يعني مثلا زي ده كده طار اعمال ومتجر، مش طار اعمال بس اللي هو بيكونوا التلاته فوق بعض، لا طار اعمال بس، ما يقدرش يفتح ولا اعمال ولا متجر. انا احلى حاجه في البند ده اللي هو بيطور لك الرقم الاتنين اعمال ومتجر. فانا اسيب لك البند في وصف الفيديو، وبرده لينك الصورتين موجوده مع البند في ملف لوحدهم. لو مش بتعرف تحمل من اللينكات وكده، سايب لك طريقه تحميل برضو، في لينك للفيديو طريقه تحميل في وصف الفيديو، يعني انت ما تقلقش من اي حاجه، تعرف تحمل البند. معرفتش تحضر اول بند وقف منك، تمام، خش كلمني في التليجرام احضر لك اللي انت عايزه من غير اي حاجه. قلب اخوك. بس ده قلبي فيديو النهارده، سلام يا اخواتي.